ركز معي شوي. الصفة grob معناها خشن. لما قال لك eine grobe Oberfläche يعني سطح خشن، عكسه هو glatt eine glatte Oberfläche يعني سطح ناعم أو أملس. ولكن الصفة grob في لها استخدام آخر باللغة العامية بجوز أول مرة رح تتعرف عليه، واللي هو تقريبا يعني مرادف ل ungefähr. مثال إذا بدي أقول لك عندك فكرة تقريبية قديش تبعد دوسلدورف من هون، فبقول لك hast du vielleicht eine grobe Idee wie weit Düsseldorf ist؟ مثال تاني، اذا اجى واحد وسالك على وزنك، قال لك مثلا في شفيع بستو قديش وزنك، فانت بتقول له انا هذا الشيء ما بقدر هلا ادره بشكل تقريبي، وانما انا بحاجه ميزان لحتى اقدر جاوبك على سؤالك. فبتقول له das kann ich jetzt nicht grob schätzen, dafür bräuchte ich eine Waage. ما بقدر اقدر هذا الشيء بشكل تقريبي، das kann ich nicht grob schätzen. بعدين استخدمت الكونيونكتيف 2 من فعل brauchen اللي هو bräuchten، وقلت لك bräuchte ich eine Waage، لانه احد استخدامات الكونيونكتيف 2 لما يكون في عندي شيء يخالف الواقع ولكن في احتمال انه يتحقق بشرط معين، والشرط هو انه يكون عندي ميزان، لذلك قلت لك bräuchte ich eine Waage.